السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد وفيديو مختلف تماما تماما تماما. تعالوا بقى النهاردة كده أخدكم معايا جولة، علشان أنا النهاردة نزلت علشان أشتري شوية حاجات للبيت وحاجات للمطبخ كانوا بصراحة ناقصني. فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو بتاعنا، وحطوا بقى لايكات كتير جدا على الفيديو. وأول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونرحب بقى بكل اخواتنا وعيلتنا اللي موجودين معايا. وطبعا بقول لكم منوريني ومشرفيني دايما، ووجودكم على راسي من فوق. اول حاجة بقى زي ما انتم شايفين كده، انا النهاردة موجودة في محل او معرض للادوات المنزلية. عارفين انتوا الحاجات بقى اللي هي بتبقى الرفايع، حاجات بقى للبيت للتنظيف للمطبخ، حاجات يعني ايه للرفايع بتاعت المطبخ. عارفين انتوا الحاجات اللي احنا كستات بنعشقها دي. فبصراحة انا ما كنتش اعرف ان انا ناقصني حاجات كتير جدا، غير لما امبارح وقفت معاكم وقدمت معاكم الفيديو بتاع اول يوم ليا في المطبخ. كنت بصراحة كل ما احتاج معلقة ملاقيش، احتاج مغرفة ملاقيش، سكينة ملاقيش، والله العظيم زي ما بقول لكم كده اقسم بالله. اللي هو كل ما كنت احتاج حاجة مش لاقية. فقلت لا بقى ما بدهاش، ده انا هنزل بقى النهاردة كده اجيب كل الرفايع وكل الحاجات اللي انا محتاجاها. فقلت بقى بالمرة اخدكم كده معايا جولة بره الشقة شوية، وتعيشوا كده معايا الاجواء بره، عشان تشوفوا انا يعني بره البيت بشتري وبعمل كل حاجة زيكم بالظبط، وبتسحل اوقات كمان في عز الحر. انا النهاردة نزلت تقريبا الساعة 12، يعني قبل الظهر 12 الصبح. فكانت الشوارع هادية لان طبعا الجو حر ومحدش بينزل في الحر قوي. بس انا استغليت بقى الوقت اللي كانوا ولادي نايمين فيه، وقلت انزل كده ساعة زمن وارجع على طول. اول حاجة كنت محتاجة منشر للغسيل، فلقيت نوعين. لا انا لقيت انواع كتير، بس قصدي لقيت من النوع اللي هو الحلو ده، اللي هو مش عارفة اسمه ايه، بس هو اللي في ايدي ده. يعني هو بيبقى مش بلاستيك، حاساه بيبقى زي سلك كده ومتغلف، تحسوا ان هو زي الستانلس كده شويه. مش عارفه انا بقول صح ولا لا، بس انا كنت جربته قبل كده وخامته حلوه قوي، يعني ما بيتقطعش ومش بيدوب بالشمس بسهوله يعني. فكان في مقاسين او حجمين، انا جبت الكبير علشان انا من يوم ما جيت بنشر ومفيش عندي غير حبلين 2 في البلكونه، الباقيين الشمس قطعتهم يعني اتاكلوا من الشمس. هنا بقى المعرض اللي انا فيه كل حاجة تخص البيت، تخص المنزل، تخص المطبخ. في كمان جزء كده او قسم للمنظفات، بس انا ما كنتش جاية للمنظفات، انا جاية للرفايع. طبعا في بقى فرش، معالق اللي هي السيليكون، الخشب، ولعات، مضارب، هراسات. لا بصوا كل حاجة ممكن تخطر على بالكم. انا كسماح بصراحة انا بفضفض بقى معاكم كده واحنا بنشتري. انا بحب جدا حاجة المطبخ وحاجة البيت اللي هي الرفايع. تلاقوني دايما كده من وقت للتاني بحب اشتري. هي بتبقى رفايع وفي نفس الوقت بنستخدمها، يعني مش بنجيبها مثلا كشكل، او ان احنا بنحطها زي حاجة النيش مثلا ما بنقرب لهاش، لا بنستخدمها. زائد ان هي ايه، عارفين انتوا سعرها يعني بيبقى حاجات حنينة، اللي هي مثلا سكينة 15 جنيه، حاجة ب10 جنيه، حاجة ب12 ونص، حاجة بالكتير او بتبقى في حاجات ب25 جنيه. فاللي هو باجي ابص الاقيني جبت كل حاجة انا محتاجاها في المطبخ مثلا او في الشقة، ولاقيني ما صرفتش 500 600 جنيه، فببقى جبت شوية حاجات انا محتاجاهم. طبعا كنت محتاجة سكاكين. انا اكتشفت ان انا ما عنديش غير سكينة واحدة وكبيرة قد كده وعاملة زي الساطور، فمش عارفة استخدمها خالص. انا مسكتها امبارح وانا بطبخ معاكم بقطع البصل والمش عارف ايه، ايدي اتعورت كذا مرة. شفت الباكت بتاع المعالق ده عجبني قوي، معالق كده صغيرة حساها جرانيت، فقلت اجيبها اللي هي ايه لما اجي اكل يمن او حاجة. وفي منها كمان خشب اهو، بس انا ما جبتش الخشب، انا جبت اللي هي اللي هناك اللي هي الوان دي تقريبا جرانيت. فقلت مثلا ايه اكل يامن تبقى كده صغنونه، احتجتها مثلا في تقليب حلويات، ايس كريم مثلا، اللي هو الحلو اللي هو البودنج بقى والحاجات المهلبيه والرز بلبن. كنت محتاجه كمان مقص. طبعا انا من الحاجه الواحده في منها انواع، فانا فضلت مع نفسي بقى، انا فضلت تقريبا ساعه. انا ما كنتش حاطه في دماغي خالص مكان معين، انا نزلت وقلت المحل اللي يعني ايه اللي ربنا كاتب له الرزق يعني فهدخل فيه. وسبحان الله انا مشيت تقريبا كان اول محل اشوفه، كان في محل تاني بس نزلت الراجل قال لي يعني هو كان حاطط خيمه كده وحاجات اللي هو مش بيفتح دلوقتي، بيفتح اخر النهار. فقال لي لا يا مدام احنا قافلين، فقلت خلاص ماشي. مشيت لقيت ده فاتح.
طبعا في كل حاجة بقى. بصوا خامات الحلويات واللي هي الكوبايات المعيارية، وفي كمان حاجات خاصة بالعناية الشخصية. يعني هتيجي تبص تلاقي في سلكات اللي هي بتاعت السنان والودان، وفي بقى كوتشينة وحاجات خاصة برضو بالتسلية يعني والوقت وكده، عشان طبعا برضو الناس اللي بتحب تشتري حاجات. وبرضو جبت ولاعة، عشان انا كده كده البوتاجاز بتاعي اشعال ذاتي، بس مثلا هو النور ما بيقطعش عندي هنا خالص الصراحة في المكان اللي انا فيه. بس مثلا لو الانبوبة مثلا نور قطع في اي وقت، الاشعال الذاتي ساعات بيبقى يعملها معانا كده وتلاقي الزرار مش راضي يشتغل، فقلت اجيب ولاعة برضو بالمرة تبقى موجودة معايا. او عايزة اولع الفرن بتاع البوتاجاز، كنت امبارح عايزة احط اكل في الفرن، وجبت ورقة لقطت كده النار في الورقة من العين اللي فوق اللي هي بتاعت البوتاجاز، فتبقى ولاعة موجودة. بصوا هنا المقورة دي عجبتني قوي. في شفتوا شايفين كم نوع من المقورة. في بقى اللي هي الخشبية اللي الايد بتاعتها خشب اللي احنا متعودين عليها، اللي هناك دي بقى ايدها ستانلس منها فيها، فيعني ايه محملة نظيفة شوية اللي هي تعيش معاكي. ساعات بنبقى من كتر التقوير واحنا عمالين كده بمعنى اصح عمالين نطلع كل قوتنا فيها وبنفش غلنا في الحاجة اللي بنقورها، تلاقي الايد اتقطمت، او تيجي تبص تلاقيها من قدام البوز بتاعها اتنى. وطبعا برضو كنت محتاجة مضرب يدوي. لقيت انواع كتير قوي، وانا من النوع اللي لما بحب مثلا اخش مكان عشان اشتري حاجة بصراحة ما بستعجلش، بتلاقيني كده الف المكان كله واشوف الانواع، اشوف الخامة، امسك الحاجة في ايدي. يعني انا شفت تقريبا 3 أو 4 انواع مضارب. في بقى اللي هي السيليكون، مضرب سيليكون، في مضرب الايد بتاعته خشب، في مضرب تحس ان الاسلاك بتاعته رقيقه كده، اللي هو لو انت مثلا عماله تضربي حاجه قوامها تقيل شويه هيتقطم اصلا منك. وادي كمان البلانشات الخاصه بالتقطيع، خضار بقى فاكهه. في منها تحس ان الطبقه بتاعتها من فوق كده ازاز شويه او اكليريك. دي كانت اغلى حاجه اللي هي عامله 120 جنيه، اللي هي البيضه دي اكليريك تقريبا. والخشب بقى ب65 95. هنا بقى دي صواني، صواني بقى تقديم، يعني صواني تقديم شاي مشروبات اي حاجه. وبرده دي بلانشه كمان على شكل مضرب كده اللي هي زي بتاعه البيتزا يعني بمعنى اصح، برده كان سعرها 65 جنيه. كل حاجه على فكره قدامكم على الشاشه هتلاقوه مكتوب عليها السعر بتاعها. دي صواني للتقديم. هنا بقى دي اطباق ميلامين، بس يعني بتتباع بالطبق لوحده، بالطبق يعني بالوحده. مثلا بقى انت بتجيبي مثلا عايزة من كل مقاس، طبعا موجود بقى المفرود، العميق، السلطانية بتاعة الشاي، الوان ابيض فيها رسومات مطبوعة زي ما انتم شايفين كده. الطبق ب35 جنيه، وفي اغلى ب45 اللي هو المقاس الحجم الكبير شوية. فانت بقى بتوفقي مثلا لو هتجيبي شوية اطباق بتوفقي مثلا عايزة 4 من الحجم الكبير، 4 من الحجم المفرود اللي هي للسلطات، الصغيرين اللي هي السلطانيات للشوربة كده يعني. وطبعا برضو كان في شفاشق اللي هي دورق المية بمعنى اصح، وفي بقى مشابك. انا جبت شفشق، بس ما جبتش من الشفاشق اللي هي الملونه دي. بصراحه ما بحبش اعمل حاجه في الشفاشق اللي هي الملونه، بحب دايما الشفشق يكون شفاف، بحيث ان انا يعني لو بعمل عصير او بقدم مثلا لاسرتي يعني وكده يبقوا عارفين ايه اللي جوه الشفشق. انما الملون ده ما بيبقاش باين ايه اللي جواه. انما لو حاطه مثلا شفشق العصير في التلاجة، عيل من عيالي راح يشرب يبقى شايف ده عصير ايه من عشان هو شفاف من بره. اعمل بقى اي نوع عصير يبقى متشاف ومعروف هو ايه. بصوا دي الاطباق اهي برضو فرداني كده بتتباع بالواحده ازاز، بس الصراحه يعني ما حبتهمش. طبق ب15 ب20. دي اطباق برضو بلاستيك بتتباع بالواحده، طبق برضو بيتباع بالواحده، اللي هو بقى ايه تحطي بقى فيه خضار، فيه مصافي برضو مخرمه كده. وهنا الباسكت ده بقى كله اللي هي الباسكتات المحطوطه دي، فيها بقى السفنج والسبونشات والسلك وكوبايات كده اللي هي الكرتون اللي بتتباع فيها اللي بنعمل فيها المشروبات. لو احنا مثلا بنجيب من اي مكان كده في الشارع نشرب فيه شاي او قهوه او حاجه، اللي هي الكوبايات الكرتون. هنا دي بقى مصافي واطباق بلاستيك. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله، المكان كان فيه كل حاجه، كل حاجه تخطر على بالك والله. فانا الحمد لله جبت كل اللي محتاجاه. جبت كمان طقم تلاجة اللي هي العلب، الجزء ده كان فيه كذا نوع. دي 4 قطع اهي، 4 قطع بمقاسات مختلفة، يعني كبير اصغر وسط وهكذا. كانوا عاملين 60 جنيه. اما ده بقى 3 قطع برضو بمقاسات مختلفة
بكام؟ ب75 جنيه. وهنا طقم التوابل ده برضو عجبني، جبت منه واحد، هم 4 بس، بحيث ان انا مثلا واحد احط فيه الملح، واحد احط فيه الفلفل، واحد احط الشطة، واحد احط الكمون كده، يعني اللي هم 4 بس كده مع بعض. كان عامل تقريبا 70 جنيه، والله ما فاكرة، مش عارف. جبت برضو منه واحد، كان عامل 85 جنيه مكتوب عليه. كان بقى فيه اللي هي المجات والحاجات اللي هي بتاعت العصاير دي، بس ما جبتش منها عشان عندي، انا نزلت بس عشان اجيب الحاجة اللي فعلا كانت ناقصاني، اللي هي انا كنت محتاجاها. فقلت لازم اخدكم كده معايا جولة في المكان الحلو ده. اسعاره كمان كانت حلوة جدا. هنا برضو لقيت سكاكين بقى كتير. انا بقول لكم كنت كل ما ادخل جوه اتعمق في المكان، هو مكان كده معرض مطلع حاجات بره كده شوية في التندة بتاعته، يعني من بره كده في الشارع، وتخشي بقى جوه تلاقي حاجات تانية اكتر كمان. فانا فضلت ماشيه بقى، بصوا، وبراحتي خالص، ما كانش معايا بقى حد من العيال، فانا ما كانش معايا غير يامن بس كان مع باباه، انما قصدي مالك وساجد كانوا لسه نايمين. بصوا بقى هنا المضرب ده عجبني قوي بقى، ده كان احسن نوع مضرب. كان تحسي ان هو نحاس كده، والايد بتاعته خشبيه بس تقيل، يعني سميك، نوعه حلو. هنا بقى القسم بتاع المعالق اللي انا اصلا جاي عشانه ده. انا امبارح بعد ما طبخت معاكم في الفيديو، انا ما لقيتش معلقه عشان ناكل بيها، كنا مقضيينها بالمعالق اللي هي البلاستيك، اللي هي استخدام مره واحده، فطبعا بتتقطم وبتتكسر وما بتستحملش وبتاع، فلازم بقى من المعالق اللي هي بتاعتنا اللي هي بتبقى موجوده في البيوت. فقلت لا، هجيب بقى معالق شاي، ده المعالق الصغيره، وهجيب معالق للاكل. يعني الكيس من ده او الباكت من ده بيبقى فيه 6 بقى معالق كبار، 6 شوك كبار، 6 شوك صغيرين. وفي بقى يعني جميع الاسعار، يعني في نوع بيبقى خامته وسط، في نوع اي كلام، في نوع حلو من 65 بقى و45 وب95 تقريبا او 85 اعلى حاجة، 85 اهو. هنا برضو كنت محتاجة مبشرة، ف يعني لقيت كذا نوع من المبشرة. في مبشرة اللي هي اخر واحدة هناك على الشمال، اللي انا هاخدها دي اهي. ما شاء الله حجمها حلو قوي، تحسوا ان هي مدورة كده شوية، بس الايد بتاعتها خشب، بس ملبسين للوش الخشب بتاعها او للايد بتاعتها الخشب حاجة زي السيليكون. عارفين انتوا القاعدة بتاعتها اللي تحت واللي فوق، انا اتخدعت فيها وقلت ده خشب، بس هي للأسف مش خشب. جيت ابص لقيتها سيليكون وبتتشال وبتتحط، فهي كشكل حلوة. انا بقى لقيت واحدة احسن منها، الايد بتاعتها ستانلس منها فيها. بصوا دي الايد اللي فوق واللي تحت، او القاعدة بتاعتها اللي تحت والايد بتاعتها اللي فوق بلاستيك اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وخامتها يعني مش حلوة خالص وخفيفة، وب65 جنيه. احسن واحدة بقى فيهم اللي هي دي اللي انا همسكها اخر واحدة، ايوه هي دي. بصوا دي بقى كانت ما شاء الله يعني تقيلة، الاستانلس بتاعها تقيل وحلو، والايد بتاعتها استانلس منها فيها، اللي هي ولا هتتقطم ولا هتتشال ولا اي حاجة، ثابتة. فانا جبت دي. وطبعا بقى شايفين في حاجات كتير، بس الحاجات اللي انا مش محتاجاها زي ما قلت لكم، ولا حبيت حتى ان انا ابص عليها. ليه؟ الواحده لما بيكون قدامها حاجات كتير بتبقي مش عارفه تجيبي ايه وتسيبي ايه، فقلت لا، الحاجه اللي انا محتاجاها هي اللي انا هقف عندها وبس، عشان ما توهش نفسي، عشان ما اضيعش وقتي في الفاضي يعني. هنا بقى دي الاطباق اللي هي الاستانلس، يعني لو خدتوا بالكم امبارح معايا في الفيديو، كل الاطباق اللي انا غرفت فيها وقدمت فيها الاكل كانت كلها اطباق استانلس زي الاطباق دي كده بالظبط، بس دول كانوا موجودين عندي اصلا من زمان، فانا بستخدمهم عادي. برضو الاطباق دي هنا بيتباع كده بالطبق، متوفر طبعا زي ما انتم شايفين جميع الاحجام والمقاسات. طبق بقى هتلاقوا فيه اطباق ب5 ب10 ب15 ب20 ب25 على حسب طبعا الحجم بتاع الطبق. هنا بقى في الجزء ده بتاع صواني الحلويات والكيكات. ففي بقى صواني الكيك، عارفين انتوا اللي هي المفرغه من النص دي، اللي بتعمل شكل حلو لما بنقلبها، اللي انتوا عارفين الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. فانا طبعا كان موجوده عندي، فبرضو ما جبتش حاجات من اللي هي بتاعه الحلويات دي. والصواني بقى بتاعه الكب كيك، كان في طبعا برضو انواع كتير، نوع ب120 اهو، ونوع ب90. اغلى نوع كان ب165 اللي هو اول واحد ده على اليمين. اما اللي هي القوالب اللي هي بتتقلب في ب85 وب95 على حسب الحجم برضو او على حسب النوع. اغلى حاجة كان الاطقم اللي هي ال3 صواني البايركس، بصوا مكتوب 850 جنيه. فانا اصلا ما جبتش منهم، انا كنت بدور على صينية كده تكون مربعة او مستطيلة، بس ما لقيتهاش هنا، فقلت مش مشكلة، هبقى ادور عليها يمكن ابقى الاقيها في اي مكان تاني. بصوا دي كلها صواني بتاعت الحلويات والكيكات والحاجات دي كلها. وهنا برضو حاجات خاصة
بالشوي، الشبك بتاع الشوي والمصافي والطاسات بايد كده مصافي، واحده ب80 وب95 اهي مكتوبه عليها. في شنط بقى وحاجات كده، كبات بقى وطواقي بتاعه الشمس بقى والحاجات دي، بما اننا طبعا في مصيف ففي موجود كل حاجه زي ما انتم شايفين اهي، وشنط. عارفين بقى، بصوا هنا اخر حاجه، شايفين انتوا الحلل اللي هي الالومنيا الكبيره دي اللي هو صف فوق بعضه؟ لو تفتكروا ايام ما كنا بنتجوز، الناس اللي متجوزه زي حالتي كده ايامي يعني، كان تلاقينا كده دايما الامهات تجيب لنا الطقم اللي هو الشاورما، كان اسمه شاورما، الومنيا شاورما، تلاقي 10 حلل فوق بعض او او تقريبا 12 حلل فوق بعض. فانا كان عندي الطقم ده، مش عارفه هو عندكم بقى ولا ايه. فهو لسه موجود عندي اصلا هنا في الشقه اللي انا فيها دلوقتي. وطبعا كنت محتاجه كمان هون، جبت هون كمان. على فكره انا بحب قوي ان انا ادق كده بالهون، بحس ان التوم والفلفل والهريسه والحاجات اللي بعملها فيه او التحديقه اللي بعملها بيبقى ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو، احسن ما بفرمها في الكبه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، بحس ان ليها طعم. هنا برضو دي اطباق بلاستيك، والمنظمات بقى اللي هي مثلا تحط فيها فرش، تحط فيها بنس، تحط فيها توك، شكلها مستطيل كده او عاليه كده شويه. وهنا بقى كنت خلاص وصلت لاخر حاجه، في برضو علب تلاجة والبلاستيكات بقى اللي هي الحاجات الكبيره، بصوا شايفين اللي هي الاطباق بقى البلاستيك الغويطه، مصافي كبيره، العياشات اللي بتحط فيها العيش، الباسكت بتاع الزباله، حاجات كده اللي هي خلاص بقى اخر حاجه، كلمن الميه. فبرضو شفت ايه الحاجات اللي انا كنت محتاجاها او الحاجات اللي كانت ناقصاني وجبتها. فبس كده يا جماعه، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا النهارده في الجوله اللي انا اخدتكم كده، بدل بقى ما احنا كل يوم قاعدين في البيت وقاعدين في الشقه من طبيخ لتنظيف. انا برضو حبيت ان انا اخدكم معايا في مكان يعني نغير جو شويه ونشتري شويه حاجات، علشان تكونوا معايا دايما كده ايه، في الحلوه وفي المره، في البيت وفي المرمطه برضو اللي بره البيت. فقولوا لي بقى رايكم ايه في فيديو النهارده، وما تنسوش طبعا تحطوا لايكات كتير على الفيديو، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير بكره. تصبحوا على خير، مع السلامه.